السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم فاميلي هيلث وفيديو جديد، وبنتكلم عن هشاشة العظام أو الأوستيوبروزس. الأول يا دكتور، يعني إيه هشاشة عظام؟ هشاشة عظام يعني نقص تركيز أو ترسب الكالسيوم في العظام، أو decrease البون density، يعني نقص تركيز الكالسيوم في العظام. هو نفس المعنى تقريبا، أو نقص كثافة العظام، كل ده معنى واحد. طيب هل هو في مشكلة يا دكتور في ده؟ طبعا في مشكلة. المشكلة انه من اقل صدمة او اقل خبطة حضرتك للاسف معرض للكسر. طيب اكثر الناس عرضة لان هم يجيلهم هشاشة عظام يا دكتور الناس اللي فوق ال 55 او 60 سنة، سواء سيدات او رجال طبعا، لكن السيدات اكتر. طب اكتر ليه يا دكتور؟ لانه بعد انتهاء دورة الطمث عند السيدات ونقص كبير جدا وحاد في هرمون الاستروجين، في مستويات هرمون الاستروجين عند السيدات، ده بيخليهم عرضة اكثر لهشاشة العظام. ليه؟ لان هرمون